من كم أسبوع واحد من الشباب دخل على أحد المساجد بده يصلي صلاة الجمعة. فبعد ما دخل خلص الأذان، ففي هاي الفترة جالس وعم يصلي على النبي، ناطر الخطيب ليطلع على المنبر يخطب وبعدين يقيموا الصلاة وكل واحد على بيته. في هاي الفترة مثل ما بنعرف الدعاء مستجاب، لأنه الدعاء بين الأذان وأذان الإقامة لا يرد، وخصوصا يوم الجمعة وبالمسجد، يعني هذا كله إن شاء الله وقت مبارك. هو قاعد هيك بحاله عم يصلي على النبي ناطر الخطبة، ولا بيسمع هيك جنبه صوت خافت. بيلتفت هيك على يمينه بيلاقي رجل عينه عم تدمع عم يسجد ويقوم ويرفع ايديه للسماء، يسجد ويرفع ايديه للسماء، وعم يقول ويتنهد بحرقة قلب، عم يقول شكيتك إلى الله، شكيتك إلى الله، شكيتك إلى الله يلي سرقت لي بيتي. عم يعيدها، شكيتك إلى الله يلي سرقت لي بيتي، بحرقة قلب. يعني هو هذا الشاب اللي عم يسمع هيك شلون هذا مظلوم وعم يدعي ومضطر وعم يكرر وعم يصر بالدعاء، وبهذا الوقت المبارك اللي الدعاء فيه أساسا لا يرد، ارتعب، غشي. شو بده يصير بهذا اللي ظلمه؟ عم يشكي لرب العالمين. فكر حاله الشاطر يلي ظلمه. يعني بيحطوا لك بالمسلسلات والافلام انه اللي بينصب على العالم او بيكذب او بينهب انه او ظالم، انه بيحطوه قوي وذكي وبيصوروا لك اياه انه خارق بالذكاء. والله في عاقل بيحسن يتجرأ ويرتكب غلط او يرتكب شيء سيء بوجود كاميرات وتسجيلات وبوضع هيك كل شيء مصور فيه. في عاقل هيك بيمسك على حاله أدلة لما بده يرتكب غلط. كل شيء مصور حياتنا رب العالمين، مو بس كاميرات، أعمالنا كلها رب العالمين مطلع عليها وعم ينظر على أعمالنا، مو بس مصورة ومع تسجيلات صوتية لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، مع كتابة حتى مع شهود. رب العالمين يعلم ما تخفي الصدور، خائنة الأعين. لك كل شيء، كل حركاتك وسكناتك ونياتك كلها عند رب العالمين، أدلة عليك، حجة عليك. في عاقل بيعرف كل هالشيء بيتجرأ وبيعصي رب العالمين. الله يتوب علينا ويعفو عنا، الله يثبتنا. لك ومن فضل رب العالمين ورحمته، هلا الناس بتقلك انه رب العالمين الرحمن الرحيم. لك مزبوط، رب العالمين الرحمن الرحيم، لانه وجعلنا نومكم سباتا. يعني من فضل رحمة رب العالمين عليه لهذا الانسان النصاب او الظالم يلي عم يأذي عباد رب العالمين، عم يأذي مخلوقات رب العالمين، عم يأذي مخلوقات رب العالمين. مخلوقات رب العالمين كلها ملك لله، كلها غالي على رب العالمين. هذا هيك إنسان ظالم عم يأذي هي المخلوقات، كيف حيكون غضب رب العالمين عليه؟ مع هيك رب العالمين عم يرحمه ويعطيه فرصة للتوبة. بالرغم رب العالمين أنه بيعرف أنه هذا مبيت نية سيئة، يعني تاني يوم ناوي يأذي، يقتل، يضرب، ينهب. وجعلنا نومكم سباتا. رب العالمين عم يرحمه ويخليه ينام، خليه ينام ويهدى ويرتاح حتى يجدد طاقته ونشاطه. فهو بكل وقاحة وقلة ذوق وقلة أدب وتجرد هيك من أي مشاعر وأي احترام بيرجع بيعصي رب العالمين. لك ولا بيحس ولا بيفكر. هذا ذكاء، هذا ذكاء. لك وين بده ينفذ من حساب رب العالمين؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا. نبأ عظيم، في يوم حساب. يعني هيك شخص عم ينصب ويؤذي العالم، شلون بده ينفذ؟ شو عم يفكر؟ هذا ذكاء. هذا لك شلون هيك؟ لك الواحد يوعى. يعني ما بعرف أن هدول الناس اللي عم تظلم وتأذي، لك شو طريقة تفكيرهم؟ لك شبهون. الحياة أيام معدودات. فجأة بلمح البصر صار يوم القيامة. فجأة هيك بلاقي الإنسان بخبطة صغيرة، بنقرة صغيرة، طب مات. صار يوم الحساب. ما عاد في لا تكويع لا ندم، خلاص راحت عليه للشخص. كل شيء يا بيكون حجة عليه يا حجة له بتنفعه.
يا بيكون من أهل الحبور يا بيكون من المحضرين. فما ما بعرف، الله يتوب علينا. بنصح يعني الواحد ينتبه إذا صارت معه أي هيك بلاء أو مصيبة أو مكروه، أول شيء يفكر فيه بعد ما يحمد رب العالمين شو آذي، شو عامل، يتوب لرب العالمين، يراجع حاله. جارح حدا لو بكلمة، آذي حدا بشيله هيك بسيط، ما في شيء هيك. موضوع بيخوف. على طول بدنا نراقب أفعالنا وكلامنا. كلامنا أحيانا ظلم. يعني يجي حدا يدعي علينا والله شيء مخيف، يعيد ويقول شكيتك إلى الله يلي سرقت لي بيتي. يا لطيف، ناس تلاقي بيت كامل عم تنهبه وتسرقه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تب علينا. رب اغفر لي ولوالدي ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. علينا التبليغ والدعاء وعلى الله الهداية. طريقنا طريق الفلاح.